السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد الذي نتحدث فيه عن حالة الطقس بتونس بالنسبة للساعات القليلة القادمة بحول الله تعالى، حيث ينتظر ابتداء من مساء يوم غد بحول الله تعالى الأحد أن تعرف الأجواء أجواء ممطرة وتحسن من طرف تحديث النموذج الأوروبي الذي صدر قبل لحظات، حيث كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة في تراكم الأمطار لحوالي أو تقريبا ل 24 ساعة. نتحدث عن ابتداء من مساء يوم الغد تحسن في كمية الأمطار منتظرة، عبارة عن عواصف رعدية ستطال المناطق الشمالية للبلاد، المناطق الوسطى، ووصولا حتى للمناطق الجنوبية للبلاد. هذه الأمطار الرعدية قد تكون مرفوقة أحيانا بتساقط البرد، يأتي هذا كنتيجة كما قلنا لعبور اضطراب جوي ذات أصول مدارية صعد من الجنوب نحو المغرب، الجزائر، ثم حوض البحر الأبيض المتوسط، سيرمي بتأثيرات هامة على المناطق الشمالية الوسطى وكذلك المناطق الجنوبية للبلاد. سنذهب بكم إلى تفاصيل هذه النشرة كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة. نتحدث عن يوم غد الأحد 8 من سبتمبر. أجواء غير مستقرة ستخيم على المناطق أو عند المناطق الجزائرية كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة خلال تحديدا الساعة 7 من مساء يوم غد الأحد، ثم تتنقل تدريجيا هذه الفعالية لهذه الحالة ابتداء من ساعات المساء لتقترب أو تعطي أمطار هامة بالمناطق الشمالية نحو شمال تونس كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة، حيث يتوقع ابتداء من ساعات الليل وعند ساعات منتصف ليلة يوم غد الأحد أن تكون الأجواء غير مستقرة حسب آخر إصدارات النموذج الأوروبي، حيث يتوقع أمطار هامة على كل من بنزرت، كذلك وصولا إلى سجنان، كذلك طبرقة، غردماء، بجة، مجاز الباب، وصولا إلى تونس العاصمة تكون أحيانا هامة وبكميات هامة عند الفاحص، السليان، النفيضة، الحمامات، سوسة، كذلك القيروان، حفوز، تلة، وكذلك تجروين بحول الله تعالى كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة. هذه الأجواء الممطرة التي كما قلنا ستكون عبارة عن مرور أو اندفاع لاضطراب جوي إلى جنوب غرب القارة الأوروبية كما سيظهر لكم من خلال هذه الصورة. هذا هو الاضطراب الجوي الذي سيعبر من هذا الاتجاه، سيدفع بهذه التساقطات المطرية خلال ساعات الفجر يوم الاثنين 9 من سبتمبر. يتوقع النموذج الأوروبي أن تكون الأجواء ممطرة وبكميات هامة على المناطق الشمالية عند كل من سجنان، طبرقة، بنزرت، نقطة العاصمة، مجاز الباب، بجة، وصولا وبكميات هامة عند كل من الحمامات، النفيضة، سوسة، القيروان. كذلك هذه الأمطار ستطال كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة وتحمل عواصف رعدية قوية على كل من بئر علي بن خليفة، سيدي بوزيد، كذلك حفوز، وصولا إلى سوسة، المهدية، في حين يتوقع خلال ساعة الصباح لدينا هنا الساعة 8 صباحا بحول الله تعالى يتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة، حيث يتوقع تسجيل أمطار على المناطق عند كل من قابس، كذلك عند صفاقس جنوب سيدي بوزيد. وخلال ساعات منتصف النهار تنتقل هذه التقلبات عبارة عن عواصف رعدية لمناطق مثل تطاوين، كذلك جرجيس، خاصة خلال ساعات ما بعد الزوال لتطال عواصف رعدية المناطق الجنوبية للبلاد بكل من منطقة رمادة، قصر جيلان، كذلك تطاوين، كذلك متنين، مطماطة، دوس، سوق الأحد، كذلك سيدي منصور. وبعض العواصف أو بعض الأمطار التي قد تطال المناطق الشمالية للبلاد كسجنان، بجة، غردماء، وكذلك تونس العاصمة وسوسة. المزيد من التقلبات من المتوقع أن يسجل خاصة خلال الأسبوع المقبل. نتحدث عن يوم الخميس كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة، حيث التوقعات تشير إلى احتمال تسجيل تقلبات هامة على بعض المناطق الوسطى والجنوبية بأمطار ذات طابع رعدي بحول الله تعالى. وستكون لدينا نشرات هامة للحديث أكثر عن هذه الوضعية الجوية كما يظهر لكم من خلال هذه الصورة. حتى المناطق الشمالية تشير توقعات لآخر تحديث النموذج الأوروبي إلى احتمال اندفاع لجبهة ممطرة. هذا كل ما لدينا. نتمنى منكم مشاركة هذا الفيديو على نطاق واسع، كذلك الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس لتتوصلوا بكل جديد، وسنوفيكم بكل جديد طبعا على مدار الساعة بحول الله تعالى، وأي جديد يطرأ على أحوال الطقس سنوفيكم به. هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.